ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. دلوقتي انا جاية احكي لكم على حاجة. امبارح انا الحمد لله مش بيجيلي تعليقات سلبية خالص. هما كام حد اصلا متفاعلين على الصفحة مفيش غيرهم. آه، امبارح جالي في استاذ كان على طول بيكتب لي الاغاني حرام. وبيكتب حاجات دينية فانا كنت سايباه. رديت اولا على حتة الاغاني حرام دي. قلت له تمام شكرا جدا للنصيحة. لقيته داخل هو اصلا قبل ما يكتب لي على الصفحه كان بيخش لي خاص. انا عايز رقمك ضروري. رقمي اهو، اتصل بيا ضروري. طب حضرتك اروح كاتباله على الخاص تمام حضرتك في ايه؟ خير. في مشكله عند حضرتك عايز تبعتها لي؟ بتسال على حاجه من ان انا منزلها على الصفحه؟ يقول لي لا انا لازم اكلمك ضروري، ارجوك كلميني ضروري من فضلك مش عارفه إيه. المهم يعني باستماتة على الخاص. طبعا انا ما بكلمش حد لا على تليفون ولا بتكلم في اي حاجه بره المشاكل اللي انا بنزلها او بره المحتوى بتاع الصفحه عموما. مش بتكلم اصلا على الخاص انا يعني للامانه. في كام بنت كده بيتواصلوا معايا على الخاص، منهم بنتين بعتوا لي مشاكل خاصه بيهم او بحد يعني يعرفوه. وبنتين تانيين بيخشوا يسالوني على بعض حاجات، هم دول اللي انا بتواصل معاهم على الصفحه لان انا اصلا صفحتي كلها قد كده. فالاستاذ دوت لقيته بقى بيعلق على العام بحاجات دينية. تمام جزاك الله كل خير، يعني اللي بيقراها ياخد ثواب ليه وليك وليا انا كمان. فالاستاذ كان بيكتب تعليقات دينية فبسيبه. كتب على كذا بوست انا منزلاه، بوست اغاني او بوست الحيوانات، اظن الحيوانات ده موضوع. طب الاغاني وحرام وفهمناها، طب الحيوانات ايه حرام برضو؟ المهم لقيته بينزل بيكتب حسبي الله ونعم الوكيل. برضو حسبي الله ونعم الوكيل دي ما هياش دعاء ولا اي حاجه، هي برضو مقوله دينيه فبرضو كنت بسيبها. لقيت الاستاذ او امبارح كنت منزله اغنيه، لقيته كاتب لي تعليق حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا طبعا ما ردتش عليه وما استنيتش حتى ان الكومنت حد يشوفه، على طول مسحت الكومنت وعملت له بلوك من الصفحه كلها. حضرتك دلوقتي لما انت شايف ان صفحتي سيئه او حرام من وجهه نظرك، قاعد عليها ليه؟ ده الاستاذ حرفيا كان بايت في الصفحه. يعني انا بنزل بوست اول حد بيعلق وبيعمل لايك بيبقى هو، وكذا تعليق كمان على البوست الواحد. آه، يعني ويسيب يومين ويرجع يكلمني خاص يلاقي مفيش فايده يروح داخل كاتب حسبي الله ونعم الوكيل، اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيا عشان مش عايزه اكلمك على الخاص، ولا حسبي الله ونعم الوكيل فيا عشان بنزل اغاني؟ يعني هي الأغاني حرام وكلام الخاص وكلام التليفون مع واحدة غريبة حلال. ده حاجة. الحاجة التانية، أي حد برضو عندي على الصفحة بيخش يتكلم خاص. ألو، عايزة أتكلم، أنا عايزة أتعرف، أنا عايزة أتكلم معاكي. برضو ليه؟ برضو ليه؟ حضرتك عندك مشكلة قولها اكتبها لي على طول، انا هشوفها ويا اما هاخدها زي ما انت كاتبها بالظبط، اوصلها احطها على الجروب، يا اما هطلع اقولها. انما داخل تتكلم لمجرد الكلام، لمجرد ان احنا نحكي وندردش، معلش انا ما بدردش مع حد. تمام. واي حد شايف انه محتوايا ما يلزموش، تمام وماله برضو، اهلا وسهلا بيك ونورتني الشويه اللي انت قعدتهم في الصفحه، مفيش اي مشكله تقدر تتفضل تخرج. انما تحاسبن عليا في الكومنتات، انا بقول الكلام ده لان هو ممكن يكون بيتابعني من اكونت تاني اصلا، يعني نفس طريقه الكلام بدات تتبعت لي تاني برضو باسم جديد. معلش انا فاتحه الصفحه دي عادي جدا، انا ممكن اقفلها بكره الصبح مفيش اي مشكله، انا فاتحاها عشان اتسلى، عشان الصفحه تكبر فيجي لي عليها شغل. اعرض منتجات، والله يبيع، يجي لي عليه اي يعني منها شغل ومنها تسليه. فاللي هو حضرتك هتخش تستظرف وتستسخف ولما ما ردش على الخاص او ارفض ان انا اتكلم في التليفون مع جناب حضرتك، فتخش تحاسبن في الكومنتات وتكتب كلام سيء ليه؟ ليه مش عاجباك الصفحه؟ مفيش اي مشكله، انا ما جبرتكش، انا ما خدتكش من ايدك كده قلت لك تعالى اعمل لي متابعه. تمام. وشكرا لحضراتكم جدا.